الأهلي يدعو وكيل أشرف داري للحضور للقاهرة لمناقشة مستقبل اللاعب المغربي على أمل التوصل لحلول ودية للرحيل عن النادي دون أزمات. تقارير صحفية تؤكد أن أفيميكو بلولو المهاجم الكونغولي اشترط الحصول على 1,700,000 دولار في الموسم الواحد للعودة لأفريقيا مجددا واللعب للأهلي. سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة هامة مع ياسترب المدير الفني للأهلي لعرض عليه مدافع أجنبي تحت السن في ظل عدم قناعته بأغلب المدافعين المحليين ومبالغة بعض الأندية في مطالبها المالية. محمد مجدي قفشة ينتظر وصول أكثر من عرض له خلال الأيام القليلة القادمة بعد استقراره على الرحيل من الأهلي. محمد عبد الله يحضر عرض أوروبي جديد للأهلي لرغبته في خوض تحدي جديد حال السماح له بالرحيل من ياسترب، وذلك لرفضه التام الانتقال لأندية محلية أو إقحامه في صفقات تبادلية. أحمد نبيل كوكا يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة السفر للبرتغال تحسبا لموافقة الأهلي على بيع ال6 شهور الأخيرة من عقده بعدما تأخر كثيرا في حسم التجديد لأي منهم. الكابتن محمود الخطيب يطالب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في مسألة التجديد لعبد القادر والشحات وكوكا من عدمه وعدم ترك هذه الملفات مفتوحة أكثر من ذلك. وتقارير صحفية تؤكد أن عبد القادر يميل لعدم التجديد والرحيل مجانا بنهاية الموسم لعدم اقتناعه بالمقابل المادي المعروض عليه. الأهلي يدرس الموافقة على خروج إبراهيم قاسم لاعب الوسط الشاب لأي من فرق الدوري المصري لاكتساب الخبرات والاحتكاك بشكل أكبر قبل العودة للفريق مجددا. وليد صلاح الدين يدعم حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب بعد تعرضه لحملة سخرية كبيرة على مواقع السوشيال ميديا بسبب مستواه أمام غزل المحلة، وذلك بعدما بدأت تتعالى الأصوات التي تقلل من اللاعب وتستغرب من اهتمام برشلونة بضمه. طبيب المنتخب يكثف من جهوده مع مصطفى محمد لتجهيزه للتواجد مع المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا حتى ولو على مقاعد البدلاء رغم انتقاده من العديد من المحللين. حسام حسن يشيد بحمدي فتحي ويؤكد أنه كان واحد من أهم اللاعبين في المباراة الماضية ولا غنى عنه. الكابتن محمود الخطيب يخطط لزيارة المغرب خلال الأيام القادمة لحضور بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية بدعوة من فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم. عبد الرحيم دغموم ينفي تجديد مفاوضات الزمالك معه للانضمام للفريق في يناير. محمد السيد يخطر مسؤول نادي الزمالك أن هناك عرض سويسري سيأتي له خلال الأيام القليلة القادمة. نادي الزمالك يستعد لرفع إيقاف القيد عن النادي خلال الأيام القليلة القادمة بعد تجهيز جزء كبير من الغرامات. ضياء السيد مدرب المنتخب السابق يؤكد أن المنتخب قدم مباراة جيدة جدا أمام زيمبابوي وانزعاج الجماهير جاء بسبب كثرة الفرص الضائعة، والمنتخب تفوق في كل شيء في المباراة وكان يمكن أن يحقق فوز كبير لولا التعامل الغير جيد أمام المرمى. وفيما يخص إمام عاشور فإمام كان أفضل لاعب المنتخب الوطني خلال الفترة التي ظهر بها في المباراة وقدم مستوى مميز قبل خروجه من الملعب، ولو كان استمر في الملعب لكان صنع الفارق، خصوصا أنه كان يهدد مرمى الخصم كثيرا وقرار تغييره خلال المباراة جاء بشكل عصبي ومتسرع. المدير الفني لمنتخب زيمبابوي يتوقع أن يصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب الخبرات الكبيرة والقوة الهجومية الذي يملكها المنتخب الوطني، ويؤكد أن مهمة إيقاف محمد صلاح ومرموش لم تكن سهلة على الإطلاق. عبد الواحد السيد حارس الزمالك ينصح محمد الشناوي بالتركيز في شغله فقط وعدم التركيز مع أي انتقادات أو التفكير في إثبات لأحد أنه مازال قادر على حراسة مرمى المنتخب والأهلي أساسيا، خصوصا أنه حارس كبير وتاريخه معروف ولا يحتاج إلى أن يثبت أي شيء لأحد، والجهاز الفني للأهلي والمنتخب يثقون فيه بشدة لأنه واضح أن تفكيره والضغوط التي يضع نفسه فيها تؤثر على تركيزه في المباريات وتجعل مستواه يظهر وكأنه متذبذب، وهو يثق جدا فيه وفي قدرته على الظهور بمستوى أفضل في المباريات القادمة، ويثق أنه بإذن الله سيكون له دور كبير في تأهل المنتخب لأبعد نقطة، ويرى أن الشناوي لا يتحمل بمفرده الأهداف التي سكنت شباكه مع المنتخب مؤخرا، والمسؤولية الأكبر تقع على المدافعين. محمد عبد المنصف حارس الزمالك السابق يؤكد أن كثرة أخطاء الشناوي الفترة الأخيرة هي من فتحت الباب لحديث البعض عن إمكانية مشاركة شوبير على حسابه والمطالبة بجلوسه بديلا، وهو يثق أن حسام حسن لن يفكر في تغيير الشناوي في البطولة إلا لو لا قدر الله تعرض لإصابة، ولكن نصيحته للشناوي بالابتعاد تماما عن السوشيال ميديا والضغوط التي تصدر له حتى يستعيد مستواه وتركيزه،
وهو يثق أيضا أن الشناوي يتابع السوشيال ميديا الفترة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في اهتزاز مستواه، ويجب أن يغلق هذا الباب تماما ويبتعد عن السوشيال ميديا فقط حتى يستعيد مستواه. أسامة حسني نجم الأهلي السابق يؤكد على ضرورة أن يكون المنتخب الوطني أكثر تمسكا على المستوى الدفاعي في المباريات المقبلة إن كان لديه رغبة في المنافسة على اللقب، لأنه مؤكد لو ظهر بنفس المستوى الدفاعي أمام زيمبابوي سيتوقف في منتصف الطريق. وهو يرى أن المشكلة الدفاعية ليست في حسام عبد المجيد بل في محمد حمدي لاعب بيراميدز، وفتوح قد يكون أفضل في هذا المركز، وهو مع استمرار حسام عبد المجيد واستمرار الشناوي أيضا، ولعب مصطفى محمد أساسيا على حساب إمام عاشور. وفيما يخص الشناوي فالهدف الذي سكن شباك المنتخب المباراة الماضية لا يتحمل محمد الشناوي مسؤوليته، والخطأ كان دفاعي بحت، والشناوي أحد العناصر الأساسية والمهمة في صفوف المنتخب، ووجود بدائل مميزة له على مقاعد البدلاء لا يقلل من قيمته أو دوره. وحسام عبد المجيد أيضا لاعب مميز، ورغم الخطأ الذي ارتكبه في الهدف إلا أنه قدم أداء جيد خلال المباراة وتعامل مع العرضيات بشكل مميز جدا، والأخطاء واردة من أي لاعب، وقد تكون بمثابة إنذار مبكر يدفع الفريق إلى مزيد من التركيز خلال المباريات التالية. مسعد عوض حارس الأهلي السابق: الجدل الدائر حول الحارس الأنسب للمشاركة أساسيا في المنتخب طبيعي في ظل تقارب مستوى الحراس حاليا، ولكل طرف وجهة نظر تحترم. فإذا سألت الجماهير الكثير منهم سيرشح مصطفى شوبير للمشاركة أساسيا، لكن كل شخص ينظر للأمور من زاوية مختلفة، وفي النهاية لا يوجد مدرب سيدفع بحارس مرمى لا يثق في قدرته على إفادته أو تحقيق النجاح معه. وبالتأكيد إذا رأى حسام حسن أن محمد الشناوي لن يحقق له النجاح فلن يشركه أساسيا، حتى لو اعتقدت الجماهير أن هذا قرار خاطئ، فهناك خبرات تصنع الفارق، وقد يتم الدفع بحارس شاب مثل مصطفى شوبير ولا يكون موفق، وهو ما قد يؤثر فيه نفسيا ويحرقه مبكرا. بينما أحمد الشناوي على سبيل المثال يملك رصيد كبير من المشاركات والخبرات، وهو حارس كبير، وبالتالي إذا أخطأ لن يكون الأمر له تأثير كبير من جهة الجمهور، وهو ما يجعل المدير الفني أكثر تحفظا في الاعتماد عليهم بشكل كامل في المباريات الكبيرة وهذه البطولات. ووجهة نظر الجهاز الفني قد تختلف عن رؤية الجماهير، وفي النهاية هو يتوقع أن يظهر محمد الشناوي بمستوى جيد جدا وأن يكون له دور مهم في البطولة.